السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا أنا بعمل فيديو دلوقتي عشان لسه من شوية عارف إن الأمن المصري الحمد لله وافق على حضور 50,000 متفرج داخل مباراة الأهلي وفريق زعيم أفريقيا الأول والأوحد الهلال السوداني. الهلال السوداني زعيم أفريقيا، سيد البلد. اللي بتقولوا عليه شنو؟ بتقولوا عليه زعيم أفريقيا. أما قالوا زعيم أفريقيا قعدت أسمع كده وأتذكر، ولا قعدت أتذكر كتير كتير. شنو ليه؟ يعني شنو هو زعيم افريقيا؟ اخد بطولة افريقيا؟ لا والله. طب اخد الدورة الرمضانية الافريقية ولا ما اخد؟ امال اخد ايه؟ زعيم افريقيا. هو زعيم افريقيا ليه؟ لان هو الهلال السوداني. لان الهلال السوداني الرئيس الشرفي حقه هذا المستعمر الخليجي. اي والله، فلازم يبقى زعيم افريقيا. فزعيم افريقيا راح يجي يهدر يلعب امام هذا اللي اسمه فريق الاهلي المرعوب. هذا الفريق الاهلي المرعوب من زعيم افريقيا. شان شنو؟ شان انت هتقابل زعيم افريقيا. فقالوا الامن المصري قال نعمل حشد، حشد جماهيري يا جماعة، نعمل حشد جماهيري عشان نؤثر على زعيم افريقيا. فمحتاج حشد جماهيري. آه والله والله، حتى الامن المصري يخاف من زعيم افريقيا. والله. خلاص كده، الزول السوداني نتكلم بالراجل المصري. الامن وافق على 50,000 مشجع. طبعا فريق الهلال السوداني ما يهموش ده على لسانهم. قال لك هات 100 مليون مصري، احنا جايين هناخد التأهل من عندكم من قلب القاهرة ونمشي نعود للسودان. هو انتوا هتيجوا وهتتقابلوا احسن استقبال واحسن ترحاب، وهتاخدوا واجب الضيافة على اكمل وجه. مش زي انتوا ما بتعملوا، لا، لان احنا عندنا اصل. احنا المصريين محترمين مؤدبين، عندنا اصل وبنعرف حق الضيف. يعني هتيجوا هنقعدكم في فنادق، انضف فنادق، هتناموا على سراير عمر جلدكم التخين ما لمسها، هتاكلوا انضف اكل، هتحجز لكم احسن اتوبيسات تنتقلوا بيها في حماية الامن المصري، هتتقابلوا احلى مقابلة لغاية باب الاستاد، لغايه اوضه اللبس اللي مش هيسيبوا لكم ميه المجاري فيها. لا، اوضه لبس نظيفه محترمه يظبط لكم الدنيا. حلو. حلو والله. والله ما قصرت يا اهلي، والله ما قصرت يا مصر. تغير هدومك وتنزل عشان تعمل احماء في الملعب بس، لحد كده وستوب. هتخرج من الكوريدور بتاع المدرج عشان تنزل ارض الملعب. هو انت وانت جوه اوضه اللبس ممكن هتعمل حمام على نفسك، يعني مش تلحق تروح التواليت كلاعيبه وكاداريين. ليه؟ ما حدش يعمل لك حاجه، هو بس من هتاف الجماهير، من الهتافات بتاعت جماهير الاهلي بس. بعدين هتنزل بقى ارض الملعب تسخن، تعمل عمليه الاحماء عادي جدا. جمهور الاهلي لن يتعرض لك بهتاف ولا باي شيء، ولكن هيعمل حاجه واحده بس، هيهتف لفرقته ويشجع فرقته. واستحمل يا زول، استحمل الصوت يا زول، او ابقى اعمل شكوى للاتحاد الافريقي، قول ان الجمهور كان صوته عالي، كان جمهور الاهلي صوته عالي، اثر على تركيزنا. شنو بنعمل احنا؟ ما نعرف نلعب. ويبقى اقول كده
بس برضو احنا كمصريين مش هيرضينا انك ترجع مكسور الخاطر، لان جبر الخواطر على الله. ان شاء الله باذن الله حبايبي، اخواتنا واشجائنا في السودان، احنا محضرين لكل واحد في البيسة شنطة رمضان فيها الزيت والسكر والأرز والفاصوليا البيضاء واللوبيا. بس احنا مش هنقول لوبيا أمين سودا عشان انت ما تفتكرش اننا بنتنمر عليك. والمكرونة ويعني شوية حاجات كده تاخدها معاك وانت مروح البيت بقى البلد، عشان ما تبقاش رجعت بإيدك فاضية. إن شاء الله كل واحد من اللعيبة هياخد شنطة رمضان والفانوس، الفانوس، لأن الدنيا هتسود في وشك، الدنيا هتسود هالس بعد المباراة، الدنيا هتسود هالس هالس، وهتدور على أطيب الطيب، ما هتلاقي أطيب الطيب. ليه؟ لأنه هيعرف قيمة ركلة الجزاء التي أهدرها. شنو ترجع إلى السودان يا زول؟ هترجع السودان محمول داخل أتوبيسات مكيفة على المطار، تركب تروح بلدك معك شنطة رمضان، تفرج على القبيلة وعلى القرايب والمحبين والبلح. البلح في بلح ناشف وفي بلح طري، أنا قلت لك في كل شنطة ناشف وطري، اللي تحبه خده. عايز ناشف في ناشف، عايز طري في طري، عايز جمبري في الملعب ده بقى تلاقي جمبري كابوريا استاكوزا، ده في الملعب هتشوف حاجات غريب. انت هتشوف في الملعب حاجات غريب، وفي المدرج هتسمع حاجات غريب غريب غريب. شنو؟ ليس تهديدا ولكن احتفالا واحتفاء بزعيم افريقيا. شنو هو زعيم افريقيا؟ الهلال؟ لا والله ما قصرت، لا ما الهلال. الهلال هذا زعيم افريقيا في السودان في الهلالية. اما زعيم افريقيا الحقيقي سيدك وتجراسك نادي القرن، الرجالة بجد، الرجالة اللي هيعرفوك اصول كرة القدم واصول الجدعنة والمرجلة والادب واصول وكرم الضيافة المصري، اللي هيقابلوك بكل تحية وترحاب وحب. بس ساعة اللعب مفيش يا مرحميني ولا جمهور هيرحمك من الهتاف من قبل المباراة ان شاء الله، عشان تبقى عارف. بس انا واحد من الناس هحضر باذن الله، وهنفطر جوه الاستاد، وهنشرب مشروباتنا جوه الاستاد، وهنهضم بقى جوه الاستاد في المدرجات بعد ما نصلي العشاء والتراويح باذنك يا رب، وهنهتف بقى براحتنا الهتاف اللي يطلع من دماغنا. وان شاء الله هنعمل لكم زفة بلدي بعد المباراة، زفة بلدي برضو كلها ادب واحترام وحب، ما فيهاش اي اهانة، مش هنديكم فرصة ان انتوا تطلعوا حجة تقولوا ان احنا كنا خايفين او مرعوبين. احنا هنهتف لفرقتنا، وانا من موقعي هذا ومن هذا الفيديو ومن على كرسي عم حسن بأناشد جميع الجماهير المصرية الاهلاوية المحترمة، لا تتطرقوا في الهتافات من قريب او من بعيد لفريق زعيم افريقيا سيد البلد الزول السوداني. احنا هنشجع فرقتنا بس بهتافاتنا واغانينا الجميله اللي كله حافظها عن ظهر قلب. لقائنا بكره ان شاء الله يا زول، بكره يا زول نتكلم تاني على مباراه الاهلي المصري والهلال السوداني. هتتأزأز يا هلال. سلام عليكم.